السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف عاملين؟ مزيانين؟ كنتمنى يا رب تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. قبل ما نبداو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لاول مره كيشاهد القناه ما تبخلوش عليه باللايك ديالكم وتكون بخير، الاشتراك في القناه وضغطوا على الجرس باش لكم كل جديد فيما بان لي شي هوته او شي همزه تكونوا نتوما سباقين ليله، لان كاين بعض الهمزات وكاين بعض المشاريع اللي كتكون فتره ديالهم محدده. بحال هاد الفتره هذه جبت لكم واحد العاد اللي غزال تلاحظوه معايا في القناه بالمصارفه لمده 3 سنين، يعني كتسكن وكتصارف مع مول العقار. هذه بزاف ديال الناس كيبغيوها، وايضا مشروع فيه مسابقه اولا فيه كتربح مليون. المهم شوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر، ما تبخلوش عليه بالليك ديالكم وزكم بخير. ايضا التعليقات ديالكم كيحفزوني باش نجيب لكم فيديوهات اللي كتبغيو. بارطاجيو معايا المدن اللي باغينها، المشاريع اللي باغينها. كنلقى بزاف ديال الناس كيبارطاجيو معايا الاسماء ديال المشاريع، ومنهم هذا المشروع ديال المصارفه كانت قالتوا لي واحد السيده وحاولت اني نجيب المعلومات عليه. المهم حاولوا انكم تبارطاجيو اي حاجه نتوما باغينها في التعاليق، وانا كنحاول اني نقرا التعليق ديالكم وايضا التحفيزات ديالكم. الله يجزيكم بخير. ويلا نبداو على بركه الله. اول مشروع عندنا مشروع بالمصارفه. نتوما كتعرفوا ان بزاف ديال الناس كيبغيو انك تسكن ويتصرف معك، لكن هذا المشروع هذا ما كيكونش في بزاف ديال المشاريع. قليل فين كتلقى شي دار يعني 50% كتخلص 50% و50% اخرى كتخلصها وانت ساكن، يعني بلا لي زانتيغ، يعني بدون ربا. إقامة الياسمين. هذا المشروع هذا كيتواجد في مدينة الدار البيضاء، لأن بزاف ديال الناس كيبغيو مدينة الدار البيضاء. المهم حاولت أني نشوف هذا المشروع هذا تبارطاجاو، ضروري نبارطاجيه للناس اللي باغيين أن يشوفوا واش هذا المشروع هذا واش جاهز تسليم، ومعلومات بزاف عليه. المهم كما كتلاحظوا هذا المشروع هذا اسمه إقامة الياسمين، كيتواجد في مدينة الدار البيضاء. كتخلص النص 50% و50% أخرى كتكون ساكن وكتصرف معاك مدة 3 سنين. التصويره الإقامة يعني جات على هذا الشكل هذا، يعني أنفس عندك واحد مساحة خضراء تبارك الله، وأنفس معك عندك طريق سيار، يعني قريب لك طريق سيار. المشروع كيتوفر من 2 حتى 3 الغرف حتى 4 ديال الغرف، والثمن ديال الشقق لأنها الشقق السكن المتوسط جاو حدا عين سبع، يعني في سيدي مومن أنفس مع عين سبع ابتداء من 53 مليون بدون ربا، تسليم فوري. يعني إن كتشوف الشقة ديالك كتعجبك كتسكن. المساحة كما قلت لكم فيها 2 الغرف حتى 4 الغرف، كتخلص 50% والباقي 3 سنوات بدون ربا، يعني بدون بنك. بالنسبه لهذا المشروع هذا كيتوفر على متاجر، مساحات خضراء، مطاعم، قهاوي، ايضا مساجد، مدارس، طاكسيات، المتاجر الكبرى بحال اتقداو ومرجان قرابين ليلو. بالنسبه ايضا انه قريب، يعني كينفص معاك طريق سيار اللي تديك فين ما بغيتي. بالنسبه للنمره باش تواصلوا مع مول هاد الدار هذه او مول هاد الشقق هذه هي هذه 06 61 50 38 50. غنخليها لكم في الشاشه باش تواصلوا معاه. عرض محدود، تلقاو 2 شقق، تلقاو 3 شقق، لان هذا ماشي مشروع اللي هو كبير بحال الساق الاقتصادي كيكونوا بزاف ديال الشقق فيه. هذا مشروع صغير. قل ضروري نبارطاجيه الناس اللي باغيين عين سبع الدار البيضاء ويكون بالمصارفه. كنتمنى انكم تخليوا لي لايك ديالكم، وانا كل مره بان لي شي مشروع تبارطاجا في شي بلاصه اولا قالوها لي في التعاليق كنحاول انني نجيبه. المهم ويلا نبداو عاوتاني لمشروعنا الثاني. المشروع الاول كان في عين سبع، يعني سيدي مومن انفاس مع عين سبع الدار البيضاء. ومشروعنا الثاني كما كتلاحظوا سكن اقتصادي، خصو ما يكونش عندك الملك باش انك تستافد. المشروع الاول تقدر يكون عندك الملك، ولا ما عندكش الملك ماشي مشكل، يعني كلشي غيستافد. مشروع الثاني لا، فقط الناس اللي ما عندهمش الملك. اللي عندهم الملك فكيتزادوا عليهم. بالنسبه لهذا المشروع هذا كيعمل 25 مليون، يعني كيدير 25 مليون. صفر تسبيق، يعني إن كتشوف الشقه ديالك وعجباتك كتحجز الشقه ديالك بصفر تسبيق. وعندك قسيمه الربح من 5000 درهم حتى المليون، يعني تقدر تربح 5000 6000 8000 حتى المليون. يعني عاملين واحد المسابقه للناس اللي كيشريو، يعني انت وزهرك تقدر تربح مليون 6000 8000. ولكن هادشي كامل يعني واخا كنقول لكم مسابقه مليون 5000 6000، اهم حاجه هو انك واش الدار عجباتك، واش المنطقه عجباتك، واش جميع المواصلات. واهم حاجه هما هادو، ماشي المغريات ماشي مهمه. المهمه هي الدوام. بالنسبه لهذا المشروع كما قلت لك كاين حتى هو في الدار البيضاء وبالضبط في البرنوسي، اسمه املاك البرنوسي. كنت ديجا بارطاجيتهم والناس بزاف عجبهم هذا المشروع هذا، لانه قريب بزاف المشاريع، الناس اللي باغيين الخدمه
قريب ليهم الناس اللي باغيين انهم يكريو هذا المشروع هذا، لان محتاجين بزاف الناس هاد المشاريع هادو باش يتكراو، لان قريبه كما قلت لكم للشركات، ايضا قريب الاسواق، قريب ايضا البحر. كاينين بزاف ديال البلايص حداه اللي هي كتعدل اولا كتعوض جديده، بحال لاكوت اللي عيتبنى جديد اللي عيتعوض جديد ديال عين السباع. ايضا حداك المدينه البيئيه زناته، حداك مشاريع اخرى بحال ناوال، العرصه، مامون، شمس البرنوسي، بيتي العاليه. هادو كان المشاريع كنت ديجا بارطاجيتهم فيه، مشاريع غزاله وعندها واحد الاقبال بزاف هاد المنطقه هذه، لانها في المستقبل غيكونوا بزاف ديال المشاريع حداها. بالنسبه للناس اللي باغيين فهما صفر تسبيق، المتراج 50 متر مربع حتى ل 55 متر مربع. انا وريت لكم شقه نموذجيه جات على هذا الشكل هذا، فيها صالون وسيجور، جوج ديال الغرف وكوزينه وحمام اعزكم الله. بالنسبه للتفاصيل حاولوا انكم تزوروا مكتب البيع وتزوروا المنطقه بالضبط، راه جات يعني في البرنوسي وبالضبط كيعيطوا ديك البلاصه حي املاك البرنوسي. يعني اذا مشيتي مثلا طاكسي او لا اي بلاصه قلتي له حي املاك البرنوسي كيوديك حتى تما، لان هذا المشروع تبارك الله راه معروف على صعيد الدار البيضاء. قريب له زناتة كما قلت لكم، بحر قريب له بزاف، لان المشاريع ديال الطرقان الوسوعيه تبارك الله كاينه بزاف. فيه طاكسيات بيضين، يعني طاكسيات كاينين، طاكسيات كاين طوبيسات عاوتاني حتى تما، كاين طوبيسات تما، كاين مدارس خصوصيه قرابين ليلو، كاين عموميه اللي حتى هذا المشروع هذا مكلف بهم بحال الابتدائي ثانوي اعدادي، يعني كاين عاوتاني مسجد، كاين مساحات خضراء، كاين محلات تجاريه تبارك الله لا تعد ولا تحصى، لانني مشيت وصورت تما كاينين بزاف د المحلات. يعني حتى اذا بغيتي تخرج من ديك البلاصه عندك كلشي قريب ليك. المهم انا كنحاول اني بارطاجي معكم المشاريع، ولكن نتوما ما عليكم انكم تمشيو بعينيكم وتشوفوا واش بغيتوا ديك البلاصه. المهم المشروع الاول والمشروع الثاني بجوج بهم كيتواجهوا مدينه الدار البيضاء. الاول كان سكن متوسط ابتداء من 53 مليون مصارفه بدون ربا، ومشروع الثاني سكن اقتصادي ب 25 مليون. خصو ما يكونش عندك الملك باش انك تستافد وتابع الدعم القديم. المشروع الاول ما تبعوا حتى شي دعم لانه كانوا باجه تبناو شحال هادي. المهم بجوج بهم جاهزين تسليم. كنتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم. وصلنا الان الى اخر فيديو. خليوا في التعليق اي حاجه نتوما باغينها، بارطاجيو مع الاحباب ديالكم الاصدقاء ديالكم باش تكبر العائله، وقولوا لي اي مدينه نتوما باغيين، مشاريع اللي باغيين، وانا في دوري في هذه القناه كنبارطاجي معكم اي حاجه. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه، على التعليق اللي كتخليوه لي زوينه. وصلنا الان الى اخر فيديو، الى اللقاء الى فيديو اخر. مشاهدي بسامه، اعانكم الله.